هذا أحمل فيه مسؤولية إلى وزير الداخلية وإلى الحموشي وإلى جميع المسؤولين ديال سميتو ديال الأجهزة القمعية. تحملوا مسؤوليتكم باش تنزل المواطن من الطاكسي وتقول ليه ما يمشيش لمدينة الحسيمة. هذا لأنكم تخدمون أجندات خارجية، خدامين أجندات خارجية، لأنكم ما بغيتوش تخليوا المواطنين يعبروا بحريتهم على أساس أنهم يعني ليسوا انفصاليين. احنا ماشي انفصاليين، ولهذا أحمل لكم مسؤولية ديال العواقب ديال أي مساس بالمواطنين وتحملوا فيها مسؤوليتكم. احنا قلناها في أكثر من مرة أن الحراك ديالنا حراك سلمي حضاري، ما يقارب 7 أشهر حنا خارجين في السلمية، ولكن باش تنزلوا الناس من الطاكسيات لأنك ترتعد البطون ديالكم وعارفين أن غادي نفضحوا نكشفوا الحقيقة ديالكم. والصراع الحاصل بين جوج ديال البطارق اللي كاينين في الرباط بيناتهم من اجل من يستطيع اخماد لهيب الحراك الشعبي والتقرب الى الملك، وباش تمنع المواطن باش تنزلوا من الطاكسي. الا وقعت شي حاجه للمواطن، الا وقعت له في ديك اللحظه المواطن وقعت له شي حاجه، من يتحمل المسؤوليه؟ لهذا اقول لوزير الداخليه لفتيت، انت مجرد بيداق لست الا، انت مجرد بيداق وبغيتي تجر البلاد الى مستنقع من الدماء، وبغيتي تجر البلاد الى فوضى، وبغيتي تجر البلاد الى نهر من الدماء. تحملوا فيها مسؤوليتكم. حنا راه بالسلميه ديالنا غنوصلوا نحققوا داك الشيء اللي بغينا. اما تمنعوا المواطنين بانهم يلتحقوا بمدينه الحسيمه على بعد 20 كيلومتر، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا خرق سافر لحق الانسان في التنقل، وهذا يكفله القانون والدستور، وتحملوا فيها مسؤوليتكم. لهذا نقول طلقوا الناس يمشيوا يلتحقوا بمدينه الحسيمه، وما تحاولوش ترهبوا المواطنين. ونقول للمواطنين اللي باغيين يشاركوا في هذا الشكل النضالي او المسيره الراقيه الحضاريه السلميه انهم التحقوا بمدينه الحسيمه باش نديروا الشكل ديالنا السلمي. وقول كذلك الاخوان حافظوا على السلميه، حافظوا على السلميه، لان القوه ديالنا تكمن في السلميه وتكمن في كلمه الحق وفي راس الصفوف وتحيه النضاليه للجماهير الشعبيه.